في اللحظة الحرجة المقندلة المنيلة بنيلة دي محمد رمضان بدأ مسيرته الفنية. هل فعلا أحمد السقا ومحمد رمضان أفسدوا الذوق العام؟ سينا نسأل أهم سؤال، هو الراجل ده بيعرف يمثل أصلا ولا لأ؟ هو هل ده بس سبب نجاحه الكاسح والمستمر؟ خليك معايا. تاني احنا قدام ظاهرة شايفة انها مش محتاجة المهارة في حاجة، هي واصلة لزون معينة، ومن وقتها ولحد اللحظة دي تقريبا دي هتكون اهم لحظة يمر بيها محمد رمضان في حياته. مساء، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ انا شخصيا زي الفل، ديسيبلين وكده. فيديو كل سبت جبت تكييف، انت لغايه بقالك فتره وسايبني للتساؤلات والمعضلات والوحده المفرطه. يرضي مين ده؟ يرضي مين الصمت القاتل اللي حتى ما بيقطعوش صوت مروحه؟ عشان جبت تكييف. اعمل سبسكرايب كل يوم من ده بقى. خلاص. أعزائي المشاهدين، مين اللي بيصنع التاني؟ الواقع بيصنع السينما ولا السينما هي اللي بتصنع الواقع؟ تعال نلعب لعبة ظريفة جدا. تعال نجيب ورقة وقلم، أو بلاش يعني فكك، بلاش ورقة وقلم، احنا مش في العصر الحجري. تعال نفتح سوا أشهر موديلز الذكاء الاصطناعي. جيميناي، كلود بقى، شات جي بي تي، أي حاجة. بلاش شات جي بي تي يعني بقى قطعي، خلينا في جيميناي. 3 كلمات، ارسم لي صورة الشتاء. بص معايا كده، بص يا محمد، بص يا محمد. وش يبعث على الخوف، باليتة اللون غالبا حمر، وفي نار دايما في الموضوع، قرون عادة، جناحات اختياري، والطابع السيكولوجي هيبقى على حسب معتقد اللي راسم، لكن هيتراوح بين الغضب والخبث والتحفز والحزن مثلا، واحيانا كلهم مع بعض. حتى لو خرجنا من اطار نماذج الذكاء الاصطناعي دي ورحنا لاشهر تصورات البشر اللي تصوروها عن الشيطان، مع التاكيد يعني انه هو الاي اي مش هيجيب التصورات دي من عندهم. هتلاقي مثلا لوحه هانز ميملينج او زميله في نفس الحقبه الزمنيه ستيفان لوكنر، والاثنين دول كانوا في العصور الوسطى في اوروبا يعني لو بتسال. والتصور ثابت وممتد واكثر وضوحا حتى لو مدينا الخط الزمني ناحيتنا وغيرنا مش بس العصر، نوع الفن وثقافه المجتمع اللي بيظهر فيه. في اللوحه دي مثلا دي لفنان فرنساوي مش عارف انطق اسمه الحقيقه، هتلاقي نفس السمات الرئيسيه تقريبا. مين بقى اللي قال ان الشيطان شكله كده اصلا؟ في كتابه الفن والوهم، وفي عشرات الكتب الحقيقه، لان الفكره نفسها مش جديده، بيلفت نظرنا ارنست كومبريتش، لان الفن زي ما تقول كده ايده طالت علينا شويه، واصبح بعد ما كان مجرد اداه بنستعملها عشان نعبر عن تصوراتنا او احلامنا او خيالاتنا بشكل عام، لمصدر مستقل بذاته بنستقي منه التصورات والاحلام والخيالات. الواقع والفن بعد ما كانوا زمان رونالدو وبنزيما مثلا، وفي ديناميكيه معينه ما بينهم، بيكون الفن بنزيما فيها هو السنيد اللي بيساعد على تصور وتجسيد وفهم وابراز الواقع، اللي هو رونالدو يعني. بقى حاجه كده شبه ميسي وسواريز، اوديجارد وساكا في البرايم بتاعه. الاثنين بيباصوا الوعي الجمعي لبعض، الاثنين بيشكلوه سوا. وكتير من تصوراتنا عن الحروب، عن الحضارات القديمه، عن الجنس، عن الملكوت حتى، وعن الاف الاشياء جبناها من رواية أو مثل شعبي أو غنوة أو جدارية أو حكاية حكاها لنا جده مثلا. هل ده بقى بالضرورة بيعبر عن الحقيقة؟ مش دايما الحقيقة، والتفاصيل في الكلام دوت تاخد سلسلة كتب بحالها، مش جزء من حلقة. هل ده بقى خطير جدا؟ وتعالى هقول لك ليه. زي ما حكينا في حلقة بدايات السينما المصرية ولكن بشكل مقتضب، وأنا أنصحك تروح تتفرج عليها، حلقة رائعة. علاقة السلطة ما بين الفن اللي هو في حالتنا النهاردة السينما والواقع علاقة مضطربة ومحيرة جدا. يهمنا النهاردة نتبع منها تصور هذه العلاقة لشخصية مؤثرة جدا في الثقافة الشعبية المصرية، وهي شخصية الفتوة. ده خليو فتوة ابن فتوة، ذكر قوي البنية والشخصية والنفوذ، عادة أخلاق وابن بلد والناس بتحبه. بيتولى في منطقته مهمة الدفاع عن الضعفاء، حاجة كده عاملة زي الحكومة بس بشكل محلي على الضيق كده. بس الانفتاح جه والفلوس دخلت حارتنا وابتدى زمن الفهلوة والسبوبة. انتش وجري. خليو بقى المعلم اللي بيستجدع عادل إمام ايه المواطن ويخليه يتحول لتاجر مخدرات. ومع انسداد الأفق في الألفينات الأركيتايب اتغير خالص، بقينا قدام مجرد تراجيدي، ضحية منظومة بياخد طار شخصي، واحنا وهو عارفين ان نهايته الموت. لحد ما وصلنا ل 2009 العشوائيات انفجرت والامان انعدم في الشارع. هنا مات الفتوة ونزل البلطجي، عنف خام فوضوي، لا اخلاق ولا جدعنه الا مع الناس القريبه منه. كل ده تطور لنموذج واحد في المجتمع فضل مكمل موجود بس بيتغير لدرجه انه تقريبا اتغير للنقيض. نموذج واقعي حي الشارع هو اللي خلقه، بس في نفس الوقت القائمين على الشاشه بيلمحوه، ينقلوه، يعيدوا صياغته ويرموه تاني الشارع عشان يقلده وينمي ابعاده. وبعدين الدنيا تتغير فالشارع يتغير فالسينما تلقط وتعيد صياغته، تنتج، الناس تتغير، السينما تسمع، التيتو والشريط، من طلب العلا، سهر الليالي، فالناس تتغير فالسينما تسمع، لحد ما خير اللهم اجعله خير حصل حاجه قلبت الدنيا خالص. سنه 2009 ايام ما محمد رمضان كانت صفحه الفيلموجرافيا بتاعته فيها ان هو ظهر 13 ثانيه مجاميع في فيلم رامي الاعتصامي، نزل فيلم ابراهيم الابيض. بس يا سيدي وعينك ما تشوف الا النور. المتهمين مروان حامد، عباس ابو الحسن، السيد المحترم احمد السقا. التهم السيد الذوق العام
إظهار المجتمع المصري بصورة غير لائقة، محاولة قلب نظام الحكم، والدنيا قامت ما عادتش من يوم يا محمد. الصحافة والإعلام المثقفين والأهالي والمماليك والإنجليز نزلوا فيهم ضرب. وبرغم النجاح الكبير اللي حققه إبراهيم الأبيض في الوقت دوت، سواء بقى على مستوى الإيرادات أو الترشيحات العالمية، وبرغم كمان إن الأركتايب بتاع إبراهيم بطل الفيلم كان على النار من أكتر من 50 سنة وبيستوي بالتدريج، وما كانش فيه أي شيء مفاجئ الحقيقة. واصبر عليا ثانية هشرح لك أكتر الحتة دي. الاختلاف المرة دي إن النموذج ده قابل للتعارف لدرجة حرجة، إنه منحاز قوي، محكي من زاوية المجرم الشرير البشع، وده لو اتعمل حلو تبقى كارثه. بس تعالى نسال تاني، اشمعنى ابراهيم الابيض اللي خد الطريحه كلها، في حين ان قبلها بسنتين كان في فيلم الجزيره اللي بيحكي من زاويه المجرم وكان مقطع قلوب الصحافه تعاطفا واشاده. اسسنا للسبب في الاول على فكره، بس انت ما خدتش بالك. السبب في راي كتير من النقاد هو انعكاس العلاقه ما بين الفن والواقع. المره دي ابراهيم الابيض ما تملاش من الواقع سيره البطل الشعبي المغواري الشديد القوي. ابراهيم الابيض ملى الواقع وراه رسم طابع اسطوري حوالين نموذج المفترض ان هو محتقر في مجتمعه. افتكر تاني، ده بلطجي، ها، مش فتوة. فتوة القديم الجميل بتاعنا كانت مشروعيته الاجتماعية من حماية الضعيف وضبط النظام. هنا احنا قدام نموذج ردع فردي، مش جاي يصلح العالم، بل بالعكس اصلا مش جاي يجيب حق حد، جاي يجيب حقه هو بس. تالت ومتلت، فوضوي ودموي وجامح. فتهمة مروان حامد هنا كان انه وصلنا كمشاهدين بطريقة او باخرى لحلول وسط مع ابراهيم، قدمه بصورته الحقيقية البشعة لكن من زاوية انسانية. خلانا نشوف عنفه ان هو كان ضحية صراعات، ودعافه هي مجرد نتاج لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية ولمبادئ ومقدسات. زاوية بتسمح للتعاطف والتضامن مع هذا النموذج المكروه، كره العمى من كل طوائف المجتمع. كأنك بتبيع سردية جديدة للشيطان او لهتلر مثلا، انه طيب وابن حلال ومضطر وعنده مبادئ وغلوبة. يعني سنة 2011 حصل حوار كده، يعني حصل ثورة والله، وشلنا رئيس الجمهورية وبتاع. المهم يعني في غضم هذه الأحداث الموحوحة كنت قاعد في أمان الله في منزلنا الصغير في فيصل الطابق، بمارس هوايتي في الديسلايك على قناة خالد نبيل أيام ما كان بيقدم خدعة السحرية بالكوتشينة. وفجأة ألاقي أبويا اللي بقاله أكتر من يوم يبدو عليه القلق، بيقوم بدري من على الفطار متوتر دايما، ماسك التليفون دايما على عكس عادته، كثير النزول على القهوة، ودي عادة جديدة تماما بقى. فجأة ألاقيه بيطلع من أوضته بتحفز وحماس، وبيطلع شومة الخناقات من ورا النيش، وبينظف التراب وخيوط العنكبوت من عليها، حيث إن أبويا يعني كان مبطل شقاوة من زمان، وياخد إيدي أنا وأخويا الكبير وننزل نقف تحت البيت. الإيه يعني ابن 11، أنا كنت صغير يعني وقتها، بس مش هقول لك كام سنة يعني عشان محدش يتريق عليا. المهم إن هذا المشهد المهيب مش هيتمسح من دماغي أبدا. كل باب عمارة في الشارع بتاعنا واقف قدامه ما لا يقل عن 15 بني آدم، وكلهم مسلحين بأسلحة، خليني أقول أكثر شراسة من سلاح أبويا شوية. على وشوش كل واحد فيهم قلق وغضب واضحين، وأنا مش فاهم في إيه يا جماعة. ونفضل على هذا الوضع يا سيدي الكريم طول اليوم تقريبا، من صباحية ربنا ولحد المغرب. ساعتها تغدينا من الغدا اللي نزلته ام سعيد لابو سعيد صاحب المكتبه اللي تحت بيتنا الله يرحمه. سمعت ان هو بعد الثوره هبق على امريكا ومات واتدفن هناك. المهم يعني كل ده حصل ليه بقى؟ قال لك ان السجون اتفتحت، بغض النظر بقى مين لا مؤاخذه اللي فتحها يعني ساعتها. وزي يوم كده ما اجرك الله سور ياجوج وماجوج هيتفتح، خرجوا البلطجيه من السجون وعاثوا في الارض فسادا وشربوا الانهار وغاروا على القرى، وحاجه يعني اخر شقلطه. وبغض النظر ان احنا قعدنا ننتظر البلطجيه بكوب الشاي المرصع باللازورد فوق ال10 ساعات وما جوش في الاخر، بس انا متاكد ان حد من اللي بيتفرج علينا دلوقتي كان من تعساء الحظ اللي كان انتظارهم للاسف ما كانش على الفاضي. ولو دورنا او حتى سالنا هنعرف كتير عن مواجهات شعبيه راح فيها ضحايا بارقام فعلا رهيبه. ولو كملنا لعبه تتبع المفاهيم دي او للدقه تتبع صورتها وتاثيرها كروكي كده، يعني اظن ان في اللحظه دي عدو الشعب الثاني بعد النظام كان كلمه بلطجي. اهو بقى شوف بقى في اللحظة الحرجة المقندلة المنيلة بنيلة دي محمد رمضان بدأ مسيرته الفنية سنة 2012، يا دوبك مع استقرار الدنيا شوية في فترة المجلس العسكري وفي قمة الاحتقان المجتمعي ضد البلطجية. بيتشمل محمد رمضان وبيطلق بطولته الأولى والثانية في السينما التجارية في نفس السنة، الألماني وعبده موتة. أنا لسه عارف دلوقتي إن هم نزلوا في نفس السنة. إيه القوة دي؟ الفرق بين المعالجتين دول بالذات يستحق إنك تتأملهم شوية. هو مش فرق كبير، نفس القصة تقريبا، دوافع بتخلق مجرم وافعال اجراميه بتتسبب في نهايه ماساويه. الفرق المهم كان في استقبال الجمهور للفيلمين، واللي كان فرق مفهوم عشان نابع من فرق في الدايركشن نفسه. شاهين الالماني كان شخصيه سوداويه اكتر، حزينه، همومه شخصيه جدا، وحتى طموحه ما اتخطتش في اجمع حالاته ابعد من انه يتجوز حبيب ويعيش حياه كريمه عادي. حتى مزيكه الفيلم هي موسيقى تصويريه زعلانه كده.
ومتماشيه مع روح الفيلم، على عكس عبده موته اللي كان ساوند تراكه اول عن اخر مهرجان في منتهى الطرشمه. بيظهر فيه محمد رمضان بكاريزما اكبر واستعراضيه اكتر، بيحشش ويسكر وينمع ستات ويرقص وبيشكل بالمطوه وبيلبس ستايلات مميزه وبيغطي اخبار. لا ده جسر الضبع، سوري ماشي. حتى الفرق واضح هنا في ادائه للشخصيتين، الالماني المحني الحزين القاتم في مواجهه عبده موته المفروض المدهش اللامع اللي كل النسوان بتحبه واللي مفيش حكايه بتستعصي عليه. طبعا اوجه التشابه مفهومه، الاثنين عنفهم مبرر، الاثنين نهايتهم بشعه، واحد اتقتل على ايد مسجلين خطر منافسين في حركه غد، وواحد اتعدم. الاثنين عندهم نوع من الكود الاخلاقي او الغايه الابعد اللي مبني عليها استجلاب التعاطف للشخصيه. الفرق هنا كان في استقبال الجمهور للشخصيتين دول. عبده موته كسر الدنيا وكسر شباك التذاكر كمان، وانتشر في الشارع انتشار النار في الهشيم. حركاته، جمل المزجوعه الحكيمه، مظلوميته اللي بقت انجيل السرسجيه في المناطق الشعبيه. وبيستثمر محمد رمضان النجاح ده في فيلمه الجديد قلب الاسد، او يعني عبده موته 2 خلينا نقول، نفس الخلطه بالظبط. انا فاكر ساعتها اسم فارس ده، وده اللي هو كان تقريبا اسم البطل بتاع قلب الاسد باين، كان بقى اسم شهره ذو طابع اسطوري لشباب النواصف عين شمس والويلي. الحركه بتاعت الدبل كيك دي كانت بجد ثوره في عالم الرقص الشعبي. وحاول تبص وتتامل في الحركه نفسها، بتوحي ايه النطه مع الحركه السريعه مع النظره والتمركز اللي في الاخر، حركه ما بتاخدش ثانيتين كفيله استعرض تعالي وسطوه ورشاقه وثقه واستعداديه للعنف والطرشمه لكل من سولت له نفسه. كنت بعملها في الافراح دي ايام العز. المقصد من ده كله ان النموذج الاكثر جموحا واستعراضيه هو اللي جمع الناس وقتها لاسباب اجتماعيه وسياسيه اظن انها بقت مفهومه دلوقتي. شاب سنه ما كملش ال 24 سنه، خبرته ما كملتش ال8 سنين على بعض، نجم شباك، مالتي مليونير، قاعدته الجماهيريه غفيره، وماسك في ايده خلطه جديده وجايبه مع الناس، خلطه اقرب لابراهيم الابيض من الفتاوى القديم، مدهشه بصريا وجذابه عاطفيا للمشاهد، معموله باداء وشكل واسلوب يحسسك انه مولود عشان يمثل الادوار دي، حتى عظم وشه لايق على الدور. ومن وقتها ولحد اللحظه دي تقريبا دي هتكون اهم لحظه يمر بيها محمد رمضان في حياته، واقصد حياته مش مسيرته الفنيه، عشان من ساعتها ومحمد رمضان في مأزق. تعال نلف ونبص بصه على الناحيه الثانيه، الجمهور مش هو ده اللي بيصنع النجم؟ تعال نبص عليه شويه. هل فعلا احمد السقا ومحمد رمضان افسدوا الذوق العام؟ والله ممكن. احنا بنتمشى هنا ما بين سنه 2011 و2013. اثناء البحث ورا الحلقه سالت ناس كتير من العصر والثوره بشكل واعي عن الفتره دي بالذات، هل اللي بيحصل في افلام محمد رمضان ده كان موجود فعلا في الشارع؟ والاجابات بصراحه اختلفت، ناس بتقول وناس بتقول لا، ولكن يمكن مش ده المفتاح اللي بندور عليه. هل تفتكر شعبيه محمد رمضان الجامحه وقتها وسط كتير من شرائح المجتمع كان سببها بسبب ان افلامه واقعيه، او العكس، كل الهجوم اللي اتعرض له وقتها كان العكس السبب انها مش واقعيه؟ يمكن، ويمكن الموضوع اوسع من كده شويه. في كتابه بانديتس بيكلمنا المؤرخ البريطاني بوس باوم، شفت اختصت اسمه ازاي عشان ما تاخدش بالك ان انا بنطق اعمل سبسكرايب. بيحكي لنا بقى الاخ المؤرخ دوت عن علاقه الفن بالمجتمع، وفكرته ببساطه ان الشعوب بتبقى مياله اكتر لنوع الفنون اللي بتطرح او بتجاوب اسئلتها الشخصيه، حتى وان كان طرح او حل ديستوبي للواقع المجتمعي اللي هم عايشين. عشان كده مثلا تلاقي تيمه زي التساؤل عن الهويه جماهيريتها عاليه جدا في هوليوود وفي دول الاتحاد السوفيتي بعد التفكيك يعني. ولنفس السبب افلام زي روبن هود فيلم محتاج تساؤل داخلي وهم مسبق يخص الصراعات الطبقيه واللي ممكن تولدها، بيفشل في رحلته العالميه في دول كتير كان متوقع له فيها النجاح، لان المساله مش مساله كثافه توزيع او سعر تذكره، المساله كبيره ومعقده وداخل في حسبتها تاريخ واحداث. يعني في حالتنا هنا حاله ظاهره النمبر 1 هنلاقي ان الفراغ الفني اللي خلقته الثوره والاسئله الكتير اللي طرحتها زي انعدام الثقه في المنظومه وقتها، وزي غياب الديمقراطيه وقتها، والسخط العام اللي كان مسيطر على الجو وقتها، والاحساس بالقهر ده وقتها، كان هو السجاده الحمراء اللي اتحطت قدام البطل المرتقب، بطل دستوبي قوي حقه بدراعه، قادر دايما يقول لا في عين التخيل، ده ان ما خزقهاش بمطوته في نوبه غضب، بطل شبه شريحه كبيره جدا من الشعب. وفعلا لو خرجنا من اطار الكتب والكلام الكبير هنلاقيه شبهنا، نفس تقسيم الوش الحاده، اسمراني وسفيف كده، فقير وتايه، مضطر، غاضب، قلقان. الفرق بس ان هو اشجع، بينتقم لنا من رموز هو بيعاديها، السلطه، الاستغلال، القهر. وما تتريقش عليا لما اقول لك الازمه الاقتصاديه لما كان بيتناقش مع البوس بتاعه ويقول له ان هو مش هياخد في العمليه دي اقل من عمود، ويا رب وقف الحال. دي شكلها فرجت يا معلم، يا رب وقف الحال. بيشوفوا بقى الشاب الشقي العين شمساوي المصري وهو بيصرفها على امه وحبيبته، بيحس مع كل التشابهات دي ان هو اللي بيعمل كده،
بيحس، وارجوك تاني ما تتريقش عليا، ان الالماني او فارس او حبيشه بعد كده حتى بيحققوا له احلامه وبيصفوا له حساباته بالنيابه عنه، فيما يسميه هوسباوم بخيال الانتقام التعويضي، او زي ما كلمتك قبل كده السينما التطهيريه، احساس التطهير اللي بيحسه المشاهد لما يشوف الظالم مذلول تحت رجل بطل بيحمل نفس سماته. الفكره اللي فيها تبرئه لجمهوره خصوصا في الفتره دي، وتبرئه لمحمد رمضان نفسه، اللي في حسابات هوسباوم بيندرج تحت مفهوم اللص الاجتماعي، ده سوشيال باندت، بيسرق لجمهوره كرامه وتقدير، روبن هود بتاعه. ويمكن عشان كده تحديدا جماهيريه محمد رمضان صمدت ضد كل الهجوم اللي كان عليه وقتها، لأن الناس لا تمجد الجريمة في حد ذاتها، بل تمجد القدرة على تحدي الظلم حين تبدو المؤسسات عاجزة. الحقيقة إن محمد رمضان مش غبي، بالعكس تمام، محمد رمضان واحد من أذكى الفيجرز اللي عدوا على ساحة الميديا في مصر، شخصية مصممة ضد الحرق والأولبة، ويمكن في التفاصيل الجاية ده يبان لك أكتر. المهم يا سيدي، الشاي برد عشان مشغل التكييف. اعمل سبسكرايب. محمد رمضان وفريقه كانوا مدركين جدا ان شخصيه او كاركتر اللص الاجتماعي دي شيء مؤقت، او بالهجاس يعني كاركتر البلطجي الشبيح الفجر الداعر، وده لانه مرتبط بظرف اجتماعي معين وشريحه معينه كل يوم بتتغير، وحتى بسن معين بيكبر يوم عن التاني، وبيتعرض اكتر للمينستريم اللي هو اصلا كاره لمحمد رمضان من ساسه لراسه، فكان لابد من تغيير، والتغيير هنا ما كانش جذري وسريع زي اللي جم بعده، وده مفهوم بما انه كان لسه في بدايته يعني، واي حركه يمين او شمال ممكن جماهيريته الجامحه دي تنقلب ضده اصلا، فبيتحرك محمد رمضان حوالين نفس الفكره ولكن بحذر شويه، زي ما تقول كده عمل اعاده هندسه لكونسبت اللص الاجتماعي، وفي محاوله بين قوسين ناجحه لارضاء جميع الاطراف بيقدم محمد رمضان شخصيته الجديده حبيشه في رمضان 2014، وبفرق جوهري ومهم عن ابطاله القديمه. حبيشه لا بيتاجر في السلاح ولا بيشجل بالمطوه في الافراح، نقاش غلبان وشريف ومظلوم فشخ يتحط على الجرح يطيب كده. المره دي اتشاف التبرير للعنف ناحيه الظلم اكتر من الفقر. المره دي الشرير بتاعنا ابن وزير مش تاجر مخدرات طماع، والمره دي الاحداث قصه حقيقيه حصلت، يعني مفيش مجال للاعلام انه يتهمه بافساد الذوق العام. والمره دي مش هنتناقش اذا كان بطلنا مجرم او لا، ولا حتى باب ان في بذره اجرام اصبح مفتوح للنقاش، ده واحد طول عمره نقاش واخلاقي وعلى باب الله. بالعكس بقى، لحظه انتقامه بقت لحظه مستنياها البلد كلها تقريبا على مدار 30 يوم في رمضان. كل الثغرات مقفول والخلطه نجحت، وكالعاده كل ما الخلطه تنجح نشد الخط. فعلى نفس المنوال وبتعديلات بسيطه على الخلطه يعني بيجي الاسطوره، اهم عمل لمحمد رمضان لحد دلوقتي تقريبا، نجاح كاسح. انا فاكر دلوقتي صور ناصر ورفاعي كانوا في كل حته في مصر، في المواقف وعلى الميكروباصات، على الحيطان في الشوارع، فيسبوك وتويتر، تيشيرتات. يا راجل ده انا مره شفت صورته في يافطه حلاق ومحدش فاهم، يعني مرفعه قرع يا اسطى، انت بتماركت ليه؟ وفي العيد كان كل الناس عامله القصه ورشه سبيرتو في دقنها وحلقه اقرع. بس لو رجعنا للخط اللي بنحاول ندرسه فالنقطه نفسها مهمه وتستحق النظر. ناصر كان اجمح واكثر طموحا وعنفا من رفاعي بعشرات المرات، ولكن لو حطيناهم على نفس المعيار، البدله واللسان الحلو والماضي النظيف والشرعيه اللي نابعه من الظلم مش بس فقر. رفاعي تاجر سلاح ومعلم، ناصر خريج حقوق ورجل اعمال ناجح. رفاعي عنده اللينجو المميز اللي تقدر تقول عليه سرسجي، ناصر لا. رفاعي او يعني لو وسعنا العدسه اكتر، ايمان محمد رمضان بتقديم الشخصيات بنفس سمات رفاعي الدسوقي مات في اللحظه دي ومتكررش لحد دلوقتي على الاقل. ناصر هو اللي عاش واستمر لفتره طويله، عمر في شد اجزاء، خالد في جواب اعتقال، كرامه في زلزال، حسن راس الغول في الكنز، وبالمناسبه نفس قصه زلزال حرفيا، حسن راس الغول في الكنز 2، دراجون في عزيرو، موسى في موسى، الديزل في الديزل، هارلي في هارلي. بالمناسبه انا شفت فيلم هارلي دي، يعني كانت من اسوأ الحاجات اللي حصلت في حياتي. ما علينا يعني. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي ايه؟ ممثل من مجرد الذاكره كده قدرنا نلاقي له بتاع 9 أفلام قدم فيهم نفس الشخصيه، هل ده ممثل شاطر؟ ودي السؤال حقه يعني، فكر فيه شويه. يعني بقالنا 12 سنه بنحلل امراضه النفسيه وعربياته واختياراته وادواره وارائه ونسينا نسال اهم سؤال، هو الراجل ده بيعرف يمثل اصلا ولا لا؟ وعشان نجاوب على السؤال ده تعال نجيب الشريط من الاول، ولا ارجع شويه كمان من الاول خالص بقى. عارف اول ظهور لمحمد رمضان في حياته كان مع مين؟ عمك سعيد صالح، اللي انت لسه ما شفتش الحلقه بتاعته لحد النهارده، روح شوفها واعمل سبسكرايب. كان عنده بتاع 16 سنه كده تقريبا،
طب انت عارف تاني ظهور له كان فين؟ انا عارف ان انت ضحكت على الفيديو ده لحد ما شبعت، بس مسلسل السندريلا 2006 مع منى زكي، كان طالع دور احمد زكي. سعاد انا وانت زي بعض، الحقيقه الوحيده في حياتنا هي شغلنا. او على راي صديق محترم يعني احمد غبي، بس قشطه يعني. ده راينا دلوقتي بكل الزخم النفسي اللي عندنا اتجاهه، وحاسس لو جينا اول دور لاحمد زكي نفسه هنقعد نتريق عليه. بدعوك بس تتامل الهاله اللي كانت حواليه وقتها. يعني في حوار مسجل سنه 2007 عمر الشريف قال عليه انه هيكون احسن ممثل في مصر. عمر الشريف قال عليه كده: موهبة غريبة خالص، عالية جدا، وممكن يكون احسن مني بكتير. عمر الشريف محمد قال عليه ان هو هيبقى خليفته. اكيد في حاجه احنا مش عايزين نشوفها هنا، ولذلك بدعوك تبص للادوار اللي بره الكومفورت زون بتاعته بعين نقديه حقيقيه. دوره مثلا في احكي يا شهرزاد في ساعه ونص مثلا، اداؤه فعلا مؤثر وحقيقي. وليه فيلم كده كان تجربته الاولى والاخيره في السينما المستقله اسمه الخروج من القاهره، صدر عام 2010 تقريبا. لغه جسد وحضور بصري وفويس كنترول وقدره حقيقيه على التقمص المركب، خصوصا في حكي يا شهرزاد مع يسرا نصر الله. كمان دوره مؤخرا في فيلم اسد، صحيح ما كانش عاجبني او ما كانش بهرني بشكل كافي، ولكنه دور جيد جدا. وهو مش بس موهوب، هو جيناته مساعده جدا على ده. ملامحه المصريه لحد عيونه مع رشاقته الحركيه اللي بتمنحه مساحه تعبيريه زياده قادر يتحرك فيها، والصوت ابو بحه ده، وده على فكره من اهم مميزاته كممثل. يعني محمد رمضان وقت جعفر العمده كان 34 سنه بس، وجعفر العمده على السكريبت سنه 58 سنه. وسيبك من الصوت يا سيدي، مسلسل دوران شبرا لو شفته ما افتكرش انه اتكلم فيه كلمتين على بعض، ومع ذلك ما افتكرش برضه ان طول ما كان ظاهر على الشاشه كنت قادر اشيل عيني من عليه. والسؤال اللي بينبثق دلوقتي هو، خدت بالك من ينبثق دي؟ اعمل سبسكرايب. اللي بينبثق من السؤال الاولاني اللي هو هل محمد رمضان ممثل شاطر ولا لا، هو هل ده بس سبب نجاحه الكاسح والمستمر؟ خليك معايا هاخدك لفه هتعجبك. بتحب لؤي فوزي؟ بتتابع لؤي فوزي؟ طب عارف مشكلته مع لعيبه الكوره المعاصرين؟ يقول لك زمان لعيب الكوره كان بيبقى مكتوب في بطاقته من الظهر ذكر ولاعب كره قدم، مش اكتر من كده، واخر الشهر ياخد الوديعه من النادي بتاعه في البوسطه ويجيب البطيخه لعياله ويروح ينام بدري عشان التمرين الصبح مهما كان نجم. اما دلوقتي بقى الوضع مختلف، اقل نجم بقى انترناشونال براند. الكونتنت اللي بيقدمه عن حياته الشخصيه احيانا بيبقى اكبر من اللي بيقدمه جوه الملعب. شكرا لؤي فوزي على هذا البريدج. ممكن نرجع للسينما مره تانية. فرق كبير ومهم بين نموذجين اتنين، احمد زكي وعادل امام. وانا عارف انك زهقت من هذه السيره، بس خلينا ناخد منها اللي احنا محتاجينه مش اكتر. احمد زكي بناء على ارادته لموهبته واختياراته الفنيه اللي كانت بتساعده على ده ملوش فيلم شبه التاني. كل شخصيه بيقدمها ما تعرفش اللي قبلها ولا اللي بعدها، لا في الشكل ولا الاسلوب ولا النبره ولا اللازمه ولا اي حاجه. معنا مين تاني هنا مثلا؟ قول فتحي ابو غايب، سيد رجب شويه، احمد السعداني، محمد فراج. وعلى الضفه الثانيه بقى حبيبك الزعيم بتاع 126 فيلم بنفس قصه الشعر، وده يعني على مستوى قصه الشعر مبالغ بالباقي. وبيبقى الموضوع كده بالظبط. مش عادل امام هيمثل دور سباك، بيبقى ماذا لو عادل امام بتاعنا اللي عارفينه اشتغل سباك. وده مش عيب ولا قله موهبه خالص، هو مجرد اختيار فني ومحتاج رصيد معين عند الجمهور عشان تقدر تمارسه. قعد فتره كبيره يمارسوا حد زي احمد السقا، محمد هنيدي، آسر ياسين مؤخرا، ومين جدع، ومحمد رمضان. طبعا انت قلت اسم حد تاني، اسمع ليه. التحول اللي اختاره محمد رمضان بدايه من 2014 تقريبا من ممثل تعبيري تقمصي قادر يعمل ده بمهاره واتقان لايقونه او موفي ستار هو سبب استحاله قولبته او حرقه. في رايي انا على الاقل اللحظه اللي قرر فيها ان اختياره لعمل ما يبقى حسب الاجابه على سؤال ماذا لو محمد رمضان بقى كذا، هي اللحظه اللي ما عادش فيها مجرد ممثل. يعني بعد ما اترفض اكتر من مره في معهد فنون مسرحيه رغم انه كان نجم وقتها او على مشارف النجوميه، يعني بيتقبل وبيدخل قوائم المعهد في 2011. اهو من 2011 دي لحد 2016 ما راحش المعهد ولا مره تقريبا. 5 سنين في سنه اولى، اتفصل بعدها ودخل الجيش والحاله باظت خالص. تاني احنا قدام ظاهره شايفه انها مش محتاجه المهاره في حاجه هي واصله لزون معينه، فراغ اتخلق بسبب ظروف اجتماعيه معينه او اختيارات فنيه معينه. مش مهم دلوقتي وصلنا هنا ازاي، المهم ان الزون ما بتتحطش في محل النقد والتقييم الموضوعي لموهبتك او حضورك. فليه حتى تبذل مجهود في اظهارهم ووضعهم في تحديات؟ ما هي ماشي وما بتقفش الاداره العقر لموهبته هنا
احنا بنصنع فيجر او سوبر ستار، فنان عالمي مش حته ممثل يا اسطى. يعني ده له شخصيه ممكن تلعب بيها في فري فاير بشراكه تجاريه مسبقه، حتى مش مجرد اعلان وخلاص. احنا هنرقص ونتخانق وهنختلق عداوات وصراعات فنيه، وهنغني وهنستغل كل تفصيله شخصيه لتعزيز الصوره. اكشلي احنا ممكن نناقش دلوقتي ان كريم محمد رمضان كمغني بس اقوى واكثر ارادا للدخل والشهره من كريم كممثل نمبر 1 بقى، والملك ومافيا وبابا والمرحله اللي بعدها، لما اسمه بقى بيتحط بين اشهر مغنيين البوب العربي. انساي مع المتحرش سعد المجرد، يا حبيبي اللي مع مش عارف مين المغني الفرنساوي ده، سطوه كامله على مجال بيحط ايده فيه، ونجاح ما حلمش بيه كبار الممثلين قبلها. يعني انا لو قلت لك على ثقه في الله نجاح او عملت لك الحركه دي، مش هيجي في بالك حبيب نور الدين ماجوميدوف مثلا، يعني مع انه براند لنفسه بنفس الحركه. واحد من انجح البيرسونال براندز في تاريخ الوطن العربي كله، انجح حتى من عادل امام، لك انت تتخيل ده لسه 38 سنه يا جدعان ومش بيغلب. فاهم الفكره؟ يعني براند الممثل الموهوب الخليفه البتاع ما جابتش مع الناس، اقلب. ريبراند البلطجي الشرير العنيف الشبيح الصنديح الشلاولخ عمل له مشاكل، اقلب. ريبراند الشاب المصري المطحون الغلباب الويستد بوتنشال المطارد من حمو ربيع والحكومه وكل اشرار ظلما وعدوانا، الناس بداوا يزهقوا، اقلب. ريبراند بعد فصله من المعهد دخل الجيش تجنيد اجباري. هل هنسيب تفصيله حياتيه تغيبه عن الساحه الفنيه سنه تعدي هباء؟ نزل صور من الخدمه وتصريحات عن قد ايه عمل وطني عظيم، واخرج نزل اغاني وتصور فيها بالميري وادعم الجيش وابني كتله عضليه اضخم عشان تنفع لمسلسلات وافلام الشؤون المعنويه. وما غابش عامه بجد اقل من 6 شهور وكان عامل نسر الصعيد وطالع فيه ظابط. قضينا على الارهاب في سيناء وكسبنا شريحه واسعه جديده، خلاص اقلب. ريبراند ما بيتمش دعوتنا لمهرجانات رسميه ولسه الاعلام بيتريق علينا وعلى تصريحاتنا عشان معانا ثانويه عامه. ريبراند بقى لنجم البوب العالمي، الخمس اسداس كلامه عن احقيته بمكانه وسط الكبار. طالما معاه فلوس يبقى خلاص نجم مفتول العضلات، معشوق الفتيات، كثير السيارات، فاحش الثراء، فاشخ العذر، رقم 1 على اليوتيوب والتلفزيون. اعمل سبسكرايب. ايه الجاي؟ داخلين على 40 ولسه معناش العمل الفني اللي نسد بيه عين الناقد التخين لما يشكك في موهبتنا. ريبراند. وخلينا نقف هنا شويه، نقف ونبص على كل اللي فات قبل المحطة الأخيرة. محمد رمضان الإسمراني اللي هو من مواليد 88 بحي المنيب بالجيزة، قناوي الأصل على فكرة، اللي للأمانة ما كانش أكتر حد عافر على ما اتشهر بسبب موهبته وحسن إدارته ليها، بس لنفس الأمانة ما كانتش ظروفه في البداية أحسن حاجة خالص. بيوصل وبيتشهر وبيختني وبيتشتم 20 سنة أو أكتر، من حوالي 14 سنة على قمة الهرم. 20 سنة محمد رمضان موجود وحاضر ومؤثر على الساحة الفنية. ودي مش فقرة إنصاف لأجل الإنصاف وخلاص، هي فقرة بس بحاول فيها ألف الحكاية الناحية التانية، نبص فيهم من عين اللي بنبص عليه نفسه مش من عينينا احنا. يمكن من هنا هنشوف كل التحولات دي بشكل إنساني أكتر. ما احناش متخصصين يعني، بس أدينا بنراقب، بنحل، بنحس وبنكون وجهة نظر، بنحاول تكون موضوعية، بنحاول نفهم اللي ورا الظاهرة. ما اظنش كان غرضه الاساسي من كليب زي فيرساتشي مثلا اللي ديكور ست من السيتس بتاعته وفيلا مفروشه دولارات على الارض، ما اظنش كان غرضه مثلا ان هو يستفز انس الشكري او المليجي او مصطفى ايمن وقاعد بيستحلب مرقات دجاج من اول الشهر. ايه الجرح اللي ورا ده؟ مش هستخدم كلمه نقص عشان صداها السيء. ايه اللي بيحاول يثبته او يحسس الناس بيه، سواء كان بشكل واعي منه او لا؟ مين هو محمد رمضان وشاف ايه عشان يبقى كده؟ ومن اللي شافه واستوعبه نقدر نتوقع له ايه؟ يعني لو جربنا نفهم سوا الريبراند الاخير اللي بدا من حوالي 3-4 سنين ويمكن اكتر، ريبراند عقلاني بغض النظر عن نتيجته هتبقى عامله ازاي، عشان محدش عارف. احنا خلاص سننا كبر وعارف اننا قدمنا كتير اب وابن في نفس العمل، بس خلاص خلينا نقدم الاب بس، بقينا نختار اعمال اكثر فنيه منها التجاريه. طبعا هي تجاريه في النهايه بس مش عبده موته، يعني اعمال زي الكنز وزي اسد، واظن والله اعلم انه هيبقى فيه شبه الاعمال دي جايه كتير. خلاص قللنا يوتيوب، قللنا ظهور اعلامي وتصريحات وفيتشرز عجيبه بنغني فيها بالانجليزي لسبب غير مفهوم، وقللنا حتى تلفزيون. هل فعلا دي نية محمد رمضان وخلاص بقى هيستحمى ويبتدي يعقل؟ يعني على قدر الصعوبة اللي هقوله ده عليا، بس انا مش قادر. عارف كل حلقة بتتكلم عن ممثل لما بجيب سيرة عادل امام وانت بقى تقعد تتعصب وتقول حاجات غريبة كده، نور شريف اعظم من عادل امام اصلا، محمد صبحي فنان هادف مش زي المتحرش التاني، احمد حلمي هو البابا، الجوكر فوق، الكلام كله يعني مش مفهوم. انا دلوقتي هعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها كده، انا هتكلم عن عادل امام وانت انزل اشتمني في الكومنتات. عارف يا محمد، عارف عادل امام لما عمل احلام الفتى الطائر كان عنده كام سنه؟ تقريبا 38. عارف يا محمد، عارف عادل امام عمل كام عمل
الناس فاكراهم قبل احلام الفتى الطائر. لو هنتكلم في افلام بطولته تقريبا 3 مسرحيات وفيلمين حاجه كده يا محمد يعني. وانا بكتب الحلقه قتلت هنا كتير قوي يا محمد. هو انا فعلا هطلع على اليوتيوب اقول ان محمد رمضان هيبقى عادل امام جديد؟ مش عارف. بالك كده اجيلها كده، لا هي مش كده ولا حاجه، ممكن يفشل عادي، بس والله في فرصه، فاهم؟ هو بس لو يرفع رفعه كده مش يروح كان يعني ولا الجو ده. هو عادل امام اصلا ما كانش مهتم يعمل ده، ومش كل الاعمال اللي عملها بعد الفتى الطائر كانت الفتى الطائر، بالعكس كان بيهلس ويهزر ويهق ويمق عادي يعني. بس كان يجي كده في لحظه يديك ايه، واحده احنا بتوع الاتوبيس، يريح وعلى غفله كده الدموع في عينه مخ، يتغدى ويريح ساعتين وتلاقي ايه المشبوه دوبل كريم كده، فاهم قصدي؟ ونسبه وتناسب الافلام دي فعلا بتزيد وبيوصل لخلطات جديده كده وناضجه ومش واخده طرف من الاطراف بالضروره. الافوكاتو بقى فاهم يعني، حتى لا يطير الدخان، كراكون في الشارع، الخماسيه، وفي اثناء ده بعصابه حماده وتوتو عادي، وبشمس الزناتي، وبيحنف القبه. هي يعني مش مستحيله والله، وده اللي انا عايز اقوله. وخصوصا يعني ورب ما ندمش على اللي انا عايز اقوله ده، السينما المصريه بتتغير والناس بتتغير، بل اننا ممكن نقول ان السينما المصريه بتتغير لان الناس بتتغير. الناس عايزه اسد ورامبو ورحله 404 وفوي فوي فوي وفيلم الحائط اكيد. وهو محمد رمضان مش مجنون يا جماعه، هو بيغير للناس على فكره، يعني زي ما شرحنا في الاول فكره جومبريتش بتاعت الشيطان وتاثير الخيال علينا، وزي ما قلنا ان الفتاوى كان موجود، السينما خدته وطورته، الناس شافته واتاثرت بيه، وبعدين الدوره كلها اتعادت من تاني. ده بالظبط اللي بيحصل مع الفن ومع محمد رمضان نفسه. الفن بياخد من الناس وبعدين يديلهم فيأثر فيهم فيتغيروا، فياخد من الناس وبعدين يديلهم فيأثر فيهم فيتغيروا. بس هم مش بيتغيروا عشان الفن وبس، وعشان كده ايه، الله ينور عليك، عشان كده محمد رمضان نفسه بيتغير، عشان كده بيعمل الريبراندات الكتير اللي اتكلمنا عنها. في وقت انعدام الامان عمل عبده موته وفارس الجن. طب خلاص قلنا هنبني وادينا بنبني السد العالي، يبقى حبيشه، وطني حبيبي وطني الاعظم، يبقى جواب اعتقاد، طبعا وطني حبيبي. ساحل جونه، يلا بينا. انا اسف على راديكاليه التشبيه دي، بس هو لا طويل ولا قصير، لا تخين ولا رفيع، ولا ابيض قوي ولا اسمر قوي، ولا وطني ولا ارهابي، هو عادي كده زينا. فتفتكر هيعملها؟ وبس كده. دي كانت كل حاجة عندي لهذه الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس. شكرا.